لما تبقى صاحب شركه لازم المهارات دي تكون عندك. خليني انا صاحب الشركه وانت اللي جاي تقدم عندي، انت الشخص اللي انا عايزه معايا في الشركه. هكمل هقول مثلا اشتغلت مع الشركه دي والشركه دي والشركه دي، انا بعرف اشتغل تحت ضغط. Can you tell me about yourself؟ واقول له الو مين معايا؟ صاحبي. ممكن يا صاحبي تقول لي انا مين؟ ما ينفعش، لازم انت تكون عارف انت مين. ثانك يو، شكرا ليكم. اعظم انترفيو ممكن نكون عملناه، وفي الاخر اقدر اقول لك بيع لي القلم ده. علشان ابيع حاجه لازم ان انا ابين مميزاتها او ابين اشتري الحاجه دي ليه. انا كعميل او انا كمشتري انا هشتريها ليه. والفيديو النهارده بيتكلم على 3 اس: success, strength, situation. النجاح، قوه، الموقف. what you are looking for. يلا نبدا الفيديو. في اختلاف ما بين السي في وفي اختلاف ما بين الكفر ليتر. عايز اديك نبذه بسيطه كده ان انت لما تروح اي مكان تقدم فيه فانت بتقدم شخصك، فانت بتعمل ماركتنج لنفسك، تعمل تسويق لذاتك، لشخصك، لمهاراتك، للفيتشرز، للمميزات اللي عندك انت. احنا لما بنروح مكان عشان نقدم فيه كوظيفه او لو انت بتبيع خدمه فانت لازم تبين مميزاتك للعميل ده او للمكان ده او للشركه او للوظيفه اللي انت رايحها. ماشي يا برو. اوكي 1 2 3 بسيط. الكل طبعا عارف ان انا لما اقدم على وظيفه لازم ان انا اقدم حاجه اسمها السي في الاول، السيره الذاتيه بتاعتك، ورقه بيكون فيها بياناتك مفصله، اسمك، تفاصيل التواصل الخاصه بيك، رقم تليفونك، ايميلك، عنوانك، الخ، بجانب ان انت بتضيف نبذه عنك انت مين، وبتضيف النبذه بتاع التعليم بتاعك الاديوكيشن، وبتضيف نبذه عن مهاراتك وايه المهارات اللي انت اتعلمتها في خلال المده دي، وعملت ايه بعد الجراديويشن، بعد مرحله التخرج. جميل جدا. ده السي في. يبقى السي في بيكون عباره عن ورقه مفصله. السي في يستحسن يكون ورقه او ورقتين، ما يزيدش عن ورقتين. جميل. حلقه النهارده هتكلم على الكفر ليتر. وليه الكفر ليتر بالنسبه لي اهم من السي في؟ لان السي في معلومات عنك انت كشخص، ايه تعليمك، ايه مهاراتك، انت مين. طيب انا كشركه ما يهمنيش البيانات دي، بس انا يهمني منك انت لما اسالك سؤال انت هترد عليا ازاي. خليني انا صاحب الشركه وانت اللي جاي تقدم عندي، هسالك سؤال واحد وترد عليا في السؤال ده باجابه صريحه بسيطه مفصله تجبرني ان انا اقول لك انت الشخص اللي انا عايزه معايا في الشركه. انا كده انا مش كده يا فاطمه. السؤال مكون من عبارة Can you tell me about yourself؟ ممكن تقول لي عن نفسك. لما اقول لك السؤال ده معناها ايه؟ معناها مش ان انا هروح اكلم صاحبي واقول لك ان انا عايز مساعدة صديق واقول له الو مين معايا؟ صاحبي. ممكن يا صاحبي تقول لي انا مين؟ ما ينفعش، لازم انت تكون عارف انت مين، ايه مهاراتك، ايه مميزاتك، انت هتضيف ايه للشركة. ببساطة كده انا لخصت لك الكفر ليتر في السؤال ده. السؤال مكون انا عايز اعرف انت مين. طيب بسيط. لما انا سألتك السؤال ده انت مين او عرفني بنفسك، عايزك تتكلم عن 3 حاجات في الكفر ليتر واللي انا ذكرتهم في اول الفيديو، اللي 3 اس. اول اس فيهم اللي هي السكسس، النجاح. تاني اس فيهم واللي هي strength، ايه نقاط القوه اللي عندك. تالت اس فيهم واللي هي السيتويشن، موقفك. what you are looking for، انت بتبحث عن ايه. عايزك تقول لي انت جاي الشركه دي ليه، ايه طموحاتك، ايه متطلباتك. فدي كلها حاجات كتير. انا علشان اكون شخص بيرفكت طبعا الكفر ليتر بيكون يعني قد كده. يعني مثلا لو جبت ورقه، لو معايا ورقه A4، الورقه الA4 مش كلها بتتملي في الكفر ليتر. الكفر ليتر بيكون عباره عن باراجراف، الباراجراف متقسم ل3 قطع زي ما بقول لك كده. انترودكشن، الحته اللي في النص اللي هي بيكون فيها شويه ديتيلز تفاصيل، والحته الاخيره اللي هي بتكون الكونكلوجن، النهايه اللي بنقول فيها ثانك يو او سنسيرلي او اللي بننهي بيها الكفر ليتر. عايزك تلخص لي الكفر ليتر في ال3 حاجات دول. ممكن نتكلم عن ال3 حاجات دول ايه؟ انا زي ما قلت لك اس سكسس، نجاحاتك، سترينث، نقاط القوه اللي عندك، والسيتويشن، انت طموح لايه، جاي الشركه او جاي الشغلانه دي او جاي تقدم لي الخدمه دي ليه. نتكلم عن السكسس. السكسس ممكن اتكلم فيها هقول I have been working او I have been، مثلا انا اشتغلت I have been working as engineer كمهندس for over 10 years. انا عرفت ان انا استخدمت كمهندس اكتر من 10 سنين. جميل. هكمل هقول مثلا اشتغلت مع الشركه دي والشركه دي والشركه دي. زي ما انت شايف السي في اللي قدامك مكتوب فيه ايه، شويه بيانات كده في 3 سطور. يبقى انا عرفت السكسس بتاعي، نجاحاتي في 3 سطور، بتذكر افضل النتائج اللي انت عملتها خلال التجربه بتاعتك. جميل، عظيم جدا. تاني حاجه السترينث، ايه النقاط القوه اللي عندك. بجيب افضل نقاط قوه عندي وبحطها، زي المثال اللي كلنا عارفينه واللي هو ان انا بعرف اشتغل تحت ضغط، ومحدش فينا بيعرف يشتغل تحت ضغط لان احنا للاسف كلنا مضغوطين للاسف unfortunately.
نقاط القوه اللي عندك ممكن تكون بتعرف تطلع من المشكله بحلول بسيطه وبحلول جذريه، ممكن تكون سريع البديهه، تبقى بتذكر حاجات انت عندك هي نقاط قوه. وخلي بالك اي بني ادم فينا بيتميز بنقاط قوه عنده عن الشخص الثاني، الشخص الثاني بيكون عنده نقاط قوه بس هو عنده نقاط قوه مختلفه عني، فانا لازم اكون عارف النقاط القوه اللي عندي، ولو انت مش عارفها ابحث داخل ذاتك هتوصل لها. ثالث نقطه معانا واللي هي السيتويشن، الموقف، what you are looking for. انت بتبحث على ايه؟ علشان انت جاي الشركه دي فانت اوريدي بتبحث على حاجه، على زياده دخل، انت تكون شخص مؤثر في الشركه، بتبحث على ان انت تكون صاحب الشركه، كل الحاجات دي طموحات عندك، فانت لازم تذكر طموحاتك في الكونكلوجن في النهايه بتاعت الكفر ليتر. خلصنا الكفر ليتر وقلنا الثلاثه اس، السكسس والسترينث السيتويشن، في الاخر بنقول thank you for giving me this time to introduce myself، شكرا ان انتوا اديتوني الوقت ده ان انا اقدم في نفسي، وفي الاخر بنكتب كلمه sincerely من فضلكم او تقبلوا فائق الاحترام، وفي الاخر بنقول thank you شكرا ليكم. وكده بنكون خلصنا الكفر ليتر وبنقدم بيها على اعظم انترفيو ممكن نكون عملناه، وفي الاخر اقدر اقول لك انت بعت لي القلم، انت بعت مهاراتك، سوقت لنفسك صح. عشان اكون سوقت لنفسي صح فانا يا اما كسبت خدمه، يا اما كسبت عميل، يا اما كسبت وظيفه جديده. لازم تعرف ايه هي قوه الماركتنج لنفسك لذاتك، اعرف ازاي تسوق لنفسك صح علشان تكسب اي موقف قدامك. بس كده اقدر اقول لك ان احنا ده كده الكفر ليتر. وخلي بالك الكفر ليتر ده مش شرط يكون في انترفيو بس، مش شرط يكون في تقديم خدمه بس، الكفر ليتر ده ممكن نطبقه على جميع مراحل حياتنا على ما اعتقد، لان انت لما بتقابل شخص فانت بتقدم نفسك، فانت ازاي تقدم نفسك صح. لما بتروح تقعد في قعده وتتكلم فانت لازم تتكلم صح، لازم ترتب كلامك. لما تروح تعمل انترفيو فانت بتقدم نفسك، لازم ترتب تقديم نفسك. لما تقعد مع صاحبك، لما تقعد مع حد جديد، لما تروح تمسك شغلانه جديده، لما تبقى صاحب شركه، لازم المهارات دي تكون عندك. عرفني ايه المهارات اللي عندك وايه نقاط القوه بتاعتك في التعليقات تحت الفيديو، وما تنساش تعمل شير، تشارك الفيديو مع الناس التانية عشان يكتسبوا المهاره دي ويعرفوا ازاي يكتبوا الكفر ليتر بال3 اس، السكسس، السترينث، السيتويشن. وما تنساش تعمل اشتراك للقناه عشان الفيديو الجاي. شكرا ليك، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.